بعد تأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم للشباب، سيكون على موعد مع مواجهة قوية أمام المنتخب الأمريكي. منتخب أمريكا قدم مسارا مثيرا، فبعد أن افتتح البطولة باكتساح منتخب كاليدونيا الجديدة بنتيجة 9-1، وصل التألق بتغلبها على فرنسا بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعثر أمام جنوب إفريقيا ب2-0. ورغم تلك الخسارة، تصدر مجموعته بفضل فارق الأهداف ليضرب موعدا في دور 16 مع إيطاليا، حيث انتصر بثلاثية أخرى نظيفة وبلغ ربع النهائي بثبات. المنتخب الأمريكي يعتمد على السرعة في التحولات والضغط العالي، مع قوة هجومية جعلته من أبرز المنتخبات تهديفيا في البطولة. لكن في المقابل، المغرب بدوره أظهر قوة وشخصية كبيرة، وأثبت أنه رقم صعب في كرة القدم العالمية، وأن وجوده في الأدوار المتقدمة لم يعد استثناء، بل هو امتداد طبيعي لمسار التألق. المهمة لن تكون سهلة، لكن الأسود تملك كل ما يلزم للعبور ومواصلة كتابة تاريخها بثبات وثقة. فحظا موفقا لأشبال الأطلس، والكأس مغربية بحول الله.